يا صباح الفل والياسمين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهارده نكمل بقية فسحتنا وجولتنا في رحلة اليخت. آم، بجد كانت حلوة قوي، كان نفسي تكونوا كلكم معايا. احمد بقى حب يروق عليا وعمل لي نسكافيه، بجد عدل مزاجي قوي ودماغي، يعني كوباية بجد طرش الطرش. انا خدتها بقى وطلعت كده على حرف المركب، قعدت بقى ابص على البحر كده والسمك وتمخمخ بقى. وهنا بقى هما كانوا بيعملوا بيركبوا البنانا بوت، انا كنت بتفرج عليهم شويه كده. رحت بقى ايه، اشوف بقى حالي باخد صور وكده، خدت صور حلوه قوي بجد. قعدت بقى اشربها وبنسمع الاغاني وبنتفرج بقى على السياح وهم كده بيلعبوا الالعاب. وطلعت بقى على حرف المركب. بص، انا كنت عايزه اصلا المركب خلاص مشيت، انا كنت عايزه اقعد كده واحط رجلي في الميه، بس انا طويله طبعا زي ما انتوا عارفين، ما كنتش طايله الميه خالص، فقلت احترم نفسي وما اعملش كده علشان ايه ما اضحكش حد عليا. واكتفيت ان انا اقعد كده اتفرج على الميه كده ايه، واسمع الاغاني واسرح بقى واشتكي للبحر بقى وارمي همومي للبحر بقى. البحر ده يا جماعه شايل كتير قوي مني، انا معبيه كتير قوي، يعني مدياله كل الكلام وحياتي معاه. بس احنا هنا خلاص كنا وصلنا، المفروض ننزل بقى ونركب مركب صغيرة كده عشان توصلنا الشط. احنا رحنا شط اورنج. انا كنت قاعدة بقى هناك كده على حرف المركب ومدلدلة بقى رجلي في المية، كانت بجد احساس حلو قوي كأني طايرة. احنا هنا وصلنا. احنا اتقسمنا لجزئين، جزء نزل في شط تاني واحنا نزلنا في شط اورنج. انا مش فاكره الشط اللي قبليه كان اسمه ايه. نزلنا بقى هنا وكان في مراجيح في البحر. بس طبعا كانت زحمه جدا، انا كان نفسي ان انا اركبها، بس طبعا كانت زحمه وهقضي طول الوقت وانا واقفه في الطابور. اصلا احنا قضينا في المكان دوت ساعه ونص، ساعه ونص بالكتير قوي عشان نلحق نرجع. وكان في زي مقاعد كده على البحر، انا كنت شايفاها في الصور وكنت نفسي ان انا اقعد عليها يعني واقضي فيها كده شويه. بس لقيتها هي تبع كافيه كده اهو هي دي. لقيتها تبع كافيه وقافلين عليها وزعلت قوي، انا كنت جايه اصلا مخصوص علشانها. بس يلا الحمد لله، انا اتبسطت برضو جدا. نزلنا بقى البحر انا واحمد، انا اصلا مش من هوايه البحر، بس البحر بجد يقولك كده تعالي انزليني. هنا بقى بصوا المكان بجد حلو قوي، طبعا مليان منكرات بقى والحاجات دي احنا ملناش دعوه بيها، ملناش دعوه بيها، خلينا احنا ايه في حالنا. وقعدنا بقى طبعا نتفرج بقى، بجد المكان كان حلو قوي تحفه، ما كنتش عايزه امشي من المكان ده. كان حلو قوي والجو يوميها كان حلو، ما كانش حر خالص. الشمس كانت حلوه، بس الجو كان حلو قوي بجد. بس بقى احنا هنا كنا واقفين في اللاين علشان نبقى جروب كلنا مع بعض، وانا حبيت ان انا اخطف كده كام صورة وكام فيديو، علشان ايه هما كانوا بيمدوا، كانوا عايزين يلحقوا ينزلوا البحر بسرعة قبل ما الوقت يعدي. وانا بقى كنت عمالة اجري وراهم بقى عشان الحقهم ما يضيعوش مني. بس هنا بقى دي المقاعد اللي احنا بنقعد عليها زي شازلونكات كده، بنقعد عليها كل واحد يقعد في مكانه. يعني نزلنا البحر بقى انا واحمد اول ما رحنا، واول ما قالوا خلاص طلعنا بقى وخلاص. واتصورنا بقى شويه صور حلوين، بس ما لحقناش والله لان الوقت كان قليل قوي. بس انا بقى كنا خلاص خلصنا وماشيين. برضو هما سبقوني، بس انا حبيت ان انا اصور لكم. آه سبقونا اهو قدام. كان كل شويه احمد يندهلي اقول له خلاص انا جايه اهو. كل الازايز دي بقى ازايز اللي هي البيره، كانوا عاملين بيها اشكال حلوه قوي. دوت بقى الكافيه والمطعم والبارات، بيبقى فيها طبعا كل حاجة. والمانجا هنا واحد كان قاعد بيقطع مانجا، بس طبعا ده عشان تشتري، انت عارفة المانجاية هناك بكام؟ ب70 جنيه المانجاية الواحدة. دي المقاعد اللي انا كان نفسي اقعد فيها، بس طلعت تبع كافيه، معرفش هي مقفول ولا ايه. طلعت تبع كافيه. انا كنت فاكراها الصراحة احسن من كده، بس هي شكلها حلو برضه، كان نفسي ان انا اقعد فيها. بس يلا ما علينا، مش مهم، انا برضه اتبسطت بحاجات اكتر. بس انا بقى كنت ماشيه على البساط، على اللي هو الريد كاربت بتاعي. بجد المنظر كان حلو قوي والجو كان حلو، انا ما كنتش عايزه امشي، المايه كانت جميله وشفافه وحلوه قوي. وبجد الجروب اللي احنا كنا فيه كنا مع بعض يعني كان كويس اوي. بصوا بقى المنظر بجد كان حلو قوي. الجروب بقى اللي احنا كنا مع بعض يعني فيه كان حلو قوي ومتعاون، وبجد كانوا دمهم شربات.
انا الصراحه اتبسطت جدا. كان في بقى مركب كنا مستنيين المركب بقى طبعاً جروب بيطلع المركب بتاعته. كنا مستنيين المركب اللي هي هتاخدنا للباخره بتاعتنا اللي هي دي. الراجل بجد اللي عليها زي السكر بجد، قاعد يغني ويقول اغاني حلوه قوي، يطبل ويخلينا نغني معاه. بجد كانت حلوه قوي، دي لوحدها اصلا رحله. بصوا بقى المنظر بجد كان حلو قوي. اهو ده طبعا القبطان بتاعنا اصلا، بتاع المركب بتاعتنا. في الفوتو سيشن الفوتوغرافر وراه. دول بقى كل دول اللي هما الجروب اللي احنا اتقسمنا نصين، نص نازل شط تاني ونص نازل بيتش تاني. هو القبطان بقى بتاع المركب ده عسل قوي. احنا نزلنا البيتش اورنج، بس كان حلو قوي. كان في بيتش تاني اسمه مش فاكرة اسمه ايه يا ربي خالص، هما نزلوا فيه قبل اورنج. بس هنا بقى كانوا عاملين يغنوا ويهيصوا، بجد كانوا عاملين جو حلو قوي. واللي هو بتاع الفوتو سيشن بجد عايز يضحكني قوي، عمال يرقص بطريقه مضحكه. بس كانت رحله حلوه قوي. انا هسيب لكم كده كده جزء كده تسمعوهم وكانوا بيغنوا ايه. بجد كانت لحظة حلوة قوي. احنا كده خلاص وصلنا المركب وطلعنا، وطبعا كل واحد غير مكانه يعني عادي، احنا اصلا كنا فرهادين فتلاقي كل واحد قاعد في حتة. بس استمتعوا بقى معايا بالمناظر الحلوة دي، وبصوا انا هستمتع معاكم. احمد بقى كان بصوا كان المرشد السياحي بتاعي. بجد انا بحب اللي انا اسمع منه. وبيقعد يعرفني حاجات كتيره جدا. انا بحب ان انا اسمع منه، ودي حاجه كويسه قوي منه اللي هو بيقعد يعرفني كده على الاماكن، لان هو بقى طبعا اكيد خبره عني يعني، وراح الاماكن دي قبل كده وكده يعني. بس هنا بقى خلاص كنا داخلين على على البيتش، على الشط بتاع الفندق عشان ننزل. هنا بقى المراكب كانت راكنة، هو لازم يلف علشان ننزل من المكان اللي هو المفتوح دوت من المركب، عشان ننزل بقى عليه وكل واحد بقى ايه يروح. وصلتوا معايا للمرحلة دي وعجبكم الفيديو والفسحة واتفسحتوا معايا واستمتعتوا معايا، متنسونيش باللايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وكومنت حلو منكم عشان يشجعني انزل لكم فيديوهات اكتر. باي باي.